مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بالعناوين. ورشة عمل لحملة التطعيم ضد سرطان عنق الرحم في الإقليم الأوسط. جهود للارتقاء بالعملية التعليمية في أصمات. الاتحاد الوطني للمرأة فرع السويد يبحث برامج التصدي. قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة. الدولار يصل إلى 150 ينا يابانيا للمرة الأولى منذ 32 عاما. ومع ارتفاع إصابات الكوليرا اللبنانيون يدقون ناقوس الخطر. السلام عليكم ورحمة الله. نظم مكتب وزارة الصحة في الإقليم الأوسط ورشة عمل يوم 21 من أكتوبر في صعد كريستيان لوضع خطة على مستوى الإقليم حول حملة التطعيم التي ستجري من 21 وحتى 25 من أكتوبر ضد سرطان عنق الرحم بمشاركة مسؤولي مكاتب وزارتي الصحة والتعليم ومدراء المديريات. وأوضح مسؤول مكتب وزارة الصحة الدكتور ملقيت هيلة في الكلمة التي ألقاها إن حملة التطعيم تنفذ في الوقت الذي ينتشر فيه سرطان عنق الرحم في العالم، خاصة الدول النامية، وسينفذ التطعيم هذه السنة على شكل حملة ومستقبلا ضمن برامج التطعيم الوطنية المنتظمة. وقالت مسؤولة صحة الأسرة والمجتمع في المكتب الممرضة دهب سلمون إن 275 ألف امرأة مصابة بسرطان الرحم من جملة 560 ألف امرأة مصابة بالمرض على مستوى العالم، وإن 85% منهن يتواجدن في الدول النامية، ويمكن مكافحته بتطعيم المرأة البالغة سن الولادة. وذكر منسق برنامج التطعيم في الإقليم الأوسط السيد جبر حروي ومسؤول التعبئة السيد هبته جبر مسقل توقع تطعيم أكثر من 58 ألف امرأة من سن 9 وحتى أقل من 15 عاما في حملة التطعيم التي تجري في 34 نقطة دائمة و25 مؤقتة. ودعا المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في الإقليم الأوسط العقيد جبر هنس جبر قرقيش لتعزيز تعاون جميع المؤسسات الحكومية ومكاتب وزارة الصحة والتعليم والإدارات لإنجاح حملة التطعيم كسابقتها. أعلن مدير مدرسة أصمات الداخلية المتوسطة والثانوية الأستاذ جمع عثمان إن الجهود تبذل بالتعاون مع الشركاء للارتقاء بالعملية التعليمية، وذكر بدء العام الدراسي في الوقت المحدد هذه السنة وتجهيز جيد لتقانة المعلومات والمعمل والمكتبة، بالإضافة إلى مساعدة تعليمية لطلاب الصفين 8 و11. وقال مسؤول التعليم في مديرية أصمات الأستاذ إبراهيم أوكد مواصلة عملية تحسين كفاءة ومشاركة الطلاب وتطوير المدارس، داعيا للاهتمام بمعيشة الطلاب لعدم خلقها التأثير في تلقي التعليم. هذا ويدرس في مدرسة أصمات الداخلية المتوسطة والثانوية هذه السنة 1200 طالب، وتأسست مدرسة أصمات الداخلية عام 1985 أثناء فترة الكفاح المسلح، وتقدم الخدمات لمديرية أصمات وأجزاء من مديريات حلحل وهبرو وكركبة وسلعة، وتخصص الحكومة لها 12 مليون نقفة سنويا. بحث فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في السويد في الاجتماع التقييمي الذي عقده في 15 و16 من أكتوبر حزمة برامج التصدي والمهام المرحلية. وشاركت في الاجتماع الهيئات الإدارية والعضوات في الفرع و14 فرعا مصغرا من مختلف المدن السويدية. وهنأت رئيسة الفرع سيدة سابة تخلي في الاجتماع لتفعيل الأنشطة التي ظلت مجمدة بسبب تعليمات مكافحة وباء كورونا، داعية الجهات الإدارية للقيام بدور طليعي لتنفيذ مهام الخارج بوعي ووئام وتفاني. ودعا الاجتماع للتركيز على تقوية البرامج الموجهة للشباب. وعقد مسؤول الشؤون الشعبية والجماهيرية في الدول الاسكندنافية السيد سيراك بهلبي سمينارا حول الأوضاع الراهنة ودور الاتحادات الوطنية.
أقام سكان عد حربو في مديرية دبارو حفل غداء لأعضاء مشروع الدهالو رقم 1 العاملين في شق طريق، ويربط الطريق الترابي عد قرد في ضاحية أمادر بضاحية عد فلسطي. وضح أعيان ورجال دين عد حربو في المناسبة التي نظمت في 16 من أكتوبر إن البرنامج نظم للتعبير عن الوقوف بجانب أعضاء مشروع الدهالو، مؤكدين المساهمة بدورهم. من جانبه أشاد مدير مديرية دبارو السيد فرونجيل دخل هيمانوت بمبادرة سكان عد حربو لتشجيع أعضاء مشروع الدهلو رقم 1 الذين يبذلون الجهد لحصول القرى على الخدمات الاجتماعية، موضحا بأن قرى أخرى كانت قد قامت بمبادرات مماثلة من قبل. وقام سكان عد حربو بنفير لصيانة الطريق المؤدي إلى قريتهم من الطريق الرئيسي الذي يتم شقه. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على خريطة طريق تهدف إلى وضع إجراءات في الأسابيع المقبلة لوقف ارتفاع أسعار الطاقة. وعلى الرغم من أن الكتلة الأوروبية أرادت إثر المفاوضات الشاقة أن تظهر بمظهر الجبهة الموحدة، لأنه لا يزال يتعين حسم الكثير من النقاط، وستكون المفاوضات في الأسابيع المقبلة صعبة. واتفقت الدول 27 على تعزيز المشتريات المشتركة للغاز على مستوى الاتحاد الأوروبي، ودعت هذه الدول أيضا إلى تسريع مفاوضاتها مع الدول المنتجة الموثوقة مثل النرويج والولايات المتحدة من أجل الاستفادة من الثقل الاقتصادي للاتحاد الأوروبي. ويجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل في محاولة لتجاوز انقساماتهم والتوصل إلى استجابة مشتركة للارتفاع الهائل في أسعار الطاقة على خلفية توتر فرنسي ألماني. لكن المستشار الألماني أولاف شولتز أوضح أنه إذا لم يتمكن وزراء الطاقة من الاتفاق على النسخة النهائية فستكون هناك حاجة إلى قمة جديدة لرؤساء الدول. واصلت العملة اليابانية هبوطها أمام الدولار وتراجعت إلى 150 ينا أمام العملة الأمريكية للمرة الأولى منذ العام 1990، ما أثار تكهنات حول تدخل جديد محتمل من اليابان لدعم الين. وكان الدولار يساوي 149.92 من 100 ين بعد تخطيه لفترة وجيزة عتبة 150 ينا، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 1990 وسط الاختلافات المتزايدة بين السياسات النقدية الأمريكية واليابانية. وتراجعت العملة من المستويات التي سجلتها في فبراير عند 115 تقريبا، في حين يتمسك بنك اليابان بسياساته طويلة الأمد الشديدة التساهل والتي صممت لتشجيع النمو المستدام في ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وفي الوقت نفسه رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشكل حاد تكاليف الاقتراض في محاولة لكبح التضخم الذي تغذيه عوامل عدة من بينها الحرب في أوكرانيا. تسيطر حالة من الخشية والقلق مع تواصل ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا في مناطق عدة بلبنان وتمدد نطاقها وسط دعوات بتسريع الجهود للحد من تفشي هذا الوباء. وتأتي هذه الأزمة في وقت يعاني فيه القطاع الصحي من صعوبات عدة نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي انعكست بشكل سلبي على مراكز الصحة والمستشفيات. وقبل يومين حذر وزير الصحة من حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض من انتشار متسارع لمرض الكوليرا في لبنان بعد أسابيع من تسجيل أول إصابة في البلاد منذ العام 1993. وسجل لبنان منذ السادس من الشهر الحالي 169 إصابة مثبتة، 80 منها خلال الساعات 48 الماضية، إضافة إلى 5 وفيات. أعلنت خدمات الطوارئ في هولندا أن شخصين اثنين لاقيا حتفهما وأصيب 4 آخرون، فيما اعتبر 2 آخران في عداد المفقودين إثر اصطدام سيارة أجرة مائية بعبارة في بحر واد بالقرب من جزيرة شمال غربي البلاد. ونقلت قناة تلفزيونية عن السلطات الهولندية تأكيدها أن العبارة كانت تخل 27 شخصا من الركاب وأفراد طاقمها، بينما كان هناك 8 أشخاص على متن السيارة الأجرة المائية الذين سقطوا في المياه جراء الاصطدام.
وأضافت القناة أنه لم تتضح بعد أسباب وقوع الحادث، مشيرة إلى أن الشرطة اعتقلت قائدي السفينتين في إطار تحقيقاتها في هذا الحادث. أختم هذه النشرة بتذكير بالعناوين. ورشة عمل لحملة التطعيم ضد سرطان عنق الرحم في الإقليم الأوسط. جهود للارتقاء بالعملية التعليمية في أسباط. الاتحاد الوطني للمرأة فرع السويد يبحث برامج التصدي. قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة. الدولار يصل إلى 150 ينا يابانيا للمرة الأولى منذ 32 عاما. ومع ارتفاع إصابات الكوليرا اللبنانيون يذوقون ناقوس الخطر. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.